السلام عليكم، مرحبا. بعد شهر من رحيل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسة تصفيات كأس إفريقيا، المنتخب الجزائري بدون مدرب إلى غاية الآن. لماذا لم يصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أي بيان بخصوص آخر الأخبار المتعلقة بالمدرب الجديد؟ لماذا وجد الاتحاد الجزائري أيضا صعوبات في تحديد أو الاستقرار على اسم نهائي بخصوص المدرب الجديد للمنتخب الجزائري؟ هل المشكل في العوائد المالية التي يطلبها بعض المدربين، أم المشكل في بعض الأسماء التي لا تليق أو لم ترتقي لمستوى تطلعات الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ كل هذه الأسئلة نحاول أن نجاوب عليها في هذا الفيديو. الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يستقر على أي اسم في الوقت الحالي. آخر الأخبار تؤكد أن عنتر يحيى المساعد المدرب الذي سيكون في العارضة الفنية للمنتخب الجزائري في المرحلة المقبلة شرع في اتصالات مع بعض اللاعبين أو الحديث معهم بخصوص التربص المقبل الذي سيجريه المنتخب الجزائري شهر سبتمبر المقبل تحسبا لتصفيات كأس إفريقيا. يعني عنتر يحيى شرع في العمل. الاتحاد الجزائري لكرة القدم وضع حساباته بخصوص هذا الأمر، وقام بتكليف عنتر يحيى الحديث عن بعض الأسماء أو اللاعبين الذين سيكون في تربص المقبل. ولكن الاتحاد الجزائري وجد صعوبات كبيرة في تحديد المدرب الجديد للمنتخب الجزائري لعدة أسباب. من بين الأسباب المهمة أو من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت أن الاتحاد الجزائري لم يجد أي مدرب إلى غاية اللحظة، وأن الاتحاد الجزائري لا يريد التسرع في اختيار المدرب المستقبلي للمنتخب الجزائري. ذلك أيضا لأن الأسماء المتداولة لم ترتقي لمستوى التطلعات. نأخذ على سبيل المثال والتر مازاري، هذا المدرب الذي لم يدرب أي فريق أو أي منتخب في السنوات الأخيرة أولا، وهذا المدرب أيضا الذي لا يملك أي خبرة على المستوى الإفريقي، وهو الأمر الذي قد يجد صعوبات بسببه في حال استقر عليه الاتحاد الجزائري. هناك أسماء أخرى أيضا، أسماء كبيرة، أسماء مدربين كبار، ولكن العوائد المالية التي طلبوها يعني من بين الأمور التي جعلت الاتحاد الجزائري تصرف النظر عن هؤلاء الأسماء. ولكن في الأخير يبقى المنتخب الجزائري بدون مدرب، في الوقت الذي شرعت بعض المنتخبات في التحضير، شرعت في الحديث عن التصفيات المؤهلة لمنافسة كأس إفريقيا. صحيح أيضا أن المنتخب الجزائري قد يتأهل إلى هذه المنافسة بحكم المستوى الكبير الذي يملكه بعض اللاعبين أو يملكه المنتخب الوطني بشكل عام، ولكن الحديث عن منتخب بدون مدرب قد يخلق صعوبات كبيرة في الانسجام لعدة أسباب. أيضا لأن هناك بعض اللاعبين، بعض الكوادر الذين أعلنوا عن اعتزالهم في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بعيسى مندي ورياض محرز، أي أن المنتخب يتواجد في حالة تجديد، يتواجد في حالة قد يكون هناك أسماء جديدة ستلتحق بالمنتخب الجزائري في المرحلة المقبلة في التربص المقبل، وهذا ما نتمناه. شخصيا أتمنى أن تكون هناك أسماء جديدة، عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة. وشاهدنا أيضا مستوى بعض اللاعبين في المرحلة التحضيرية على غرار تطراوي، هذا اللاعب الذي تألق مع ناديه نونس وقدم مستوى كبير في أولى مبارياته، وهو الذي فاز بكأس السوبر الفرنسي. واستعرضت وسائل الإعلام الفرنسية ثناء كبير بخصوص هذا اللاعب الجزائري. كل هذه الأمور تحتاج لمدرب يؤطرها، تحتاج لثقة زائدة، لثقة لازمة من طرف المدرب من أجل منح هؤلاء اللاعبين العناصر الشابة الثقة، منحهم وقت أيضا في التشكيلة الأساسية، عكس ما فعله للأسف الناخب الوطني سابقا الذي لم يمنح الفرصة للكثير من العناصر. نعود لموضوعنا، موضوع هوية المدرب الجديد للمنتخب الجزائري. الاتحاد الجزائري لحد الآن، أعيد وأكرر، لم يستقر على أي اسم.
الحديث أيضا عن مدرب آخر وهو البرتغالي بينتو. هذا المدرب الذي أيضا لم يدرب أي فريق أو أي منتخب في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي قد يخلق صعوبات له في المنتخب الجزائري. شخصيا أرى أن هذا الأمر وارد جدا في المرحلة المقبلة. ولكن من بين الأمور الإيجابية التي يجب أن نتحدث عنها والتي قامت بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هو حسب آخر أخبارنا عنتر يحيى شرع في الحديث مع بعض اللاعبين، تكلم معهم، اتصل بهم عبر الهاتف، وتحدث عن التربص المقبل الذي سيخوضه المنتخب الجزائري تحسبا لتصفيات كأس إفريقيا. كل هذه الأمور هي أمور إيجابية بالنسبة للاتحاد الجزائري الذي يتواجد في مرحلة صعبة جدا بخصوص عدم تحديد هوية المدرب. شخصيا أتمنى أن يكون المدرب المستقبلي للمنتخب الجزائري يحمل الكثير من المواصفات، لأننا نملك لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، نملك لاعبين قادرين على التألق مثل ما يتألقون مع أنديتهم في الوقت الحالي، على غرار تطراوي، على غرار حاج موسى الذي يتألق مع ناديه فينورد الهولندي، على غرار أيضا أيت نوري، والكثير من الأسماء الشابة القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب الجزائري. أتمنى أن يكون المدرب المستقبلي للمنتخب الجزائري يملك تلك الهوية، هوية مدرب كبير قادر على إحداث ثورة في التشكيلة، وأيضا يملك خبرة على المستوى الإفريقي، لأن الكرة الإفريقية الكل يعلم أن الكرة الإفريقية متغيرة على الكرة الأوروبية والكرة الأسيوية، وهذا الأمر مهم ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وفي الأخير نتمنى الأفضل للمنتخب الجزائري، ونتمنى من المدرب الجديد أن يضع لمسته في هذه التشكيلة، ويمنح أيضا من بين الأمور المهمة التي أصر عليها هو منح الفرصة للعناصر الشابة وإعطائهم تلك الثقة من أجل التألق في المنتخب الجزائري. سلام.